فيلم كونغ فو دانج بيتكلم عن مقاتل كونغ فو بيتعرض للإهانة والظلم على ايد معلمه. هو بيستغل موهبته في لعب كرة السلة وبيتحول لأحرف لاعب في البلد كلها ومحدش بيقدر يقف قصاده. بتبدأ الحكاية من سنين كتير مع راجل عجوز ومتشرد عايش في الشارع، وفي يوم بيصحى على صوت رضيع قاعد بيبكي من كتر الجوع والخوف، وبيصحى وهو مفزوع ومش عارف ايه اللي جاب الطفل ده هنا، وعلى طول بياخده وبيروح لاخوه معلم الكونغ فو ايدي وبيديله الطفل والجواب اللي لقاه معاه، وكمان كتاب بيتكلم عن حركات كونغ فو لتعديل الكون. وعلشان قلب ايدي طيب اول لما شاف الطفل حبه وقرر ياخده يربيه ويعلمه الكونغ فو، وبيبقى واثق انه هيبقى ليه مستقبل كبير جدا. بتمر الايام وبيكبر الطفل اللي بقى اسمه فانكا، وبيقعد جنب ايدي ويتعلم منه ويفهم اسرار الكون، وبيتفرج عليه وهو بيعمل بعض الحركات الغريبه ويتعلم من الكتاب اللي من خلالها هيقدر يتحكم في الكون، وكمان يجمد الوقت ويرجع بالزمن للخلف. وفجاه بيحس فانكا بتغييرات كتيره جدا وكأن الزمن وقف حواليه، وهبوط في درجه الحراره وبينزل التلج بكثافه، وفي لحظه المعلم ايدي بيتجمد ومعاه بيتجمد الوقت حوالين فانكا، وبيلاقي المعلم وقع ومات في ثواني وبيحزن جدا على فقدانه وما بيقدرش ينسى اللحظات دي. وبتمر سنين اكتر وبيكبر فانكا وبيتحول لشاب وسيم محب جدا لكرة السلة، وبما انه شاب فكان دايما الحب ليه مكان في قلبه، لكن كل البنات اللي اعجب بيهم بيرفضوه بطريقه وحشه او بيتريقوا عليه، فقرر يسيبه من الكلام ده ويركز في الكونغ فو. وبعد مده استمر فانكا في التدريبات تحت ايد قياده معلمين اخرين اساطير في الكونغ فو، وكل ده تحت قياده مدير المدرسه والاقوى فيهم المعلم وانج، والكل بيحترمه جدا. فانج كان دايما بيتحدى في قتالات متنوعه ولكن عمره ما قدر يتغلب عليه، ودايما وانج كان بيديله على دماغه قصاد المدرسه بضربات سريعه وقويه. وفي يوم وهو في الحديقه كان بيلعب بكنزات البيبسي وبيرميها بدقه متناهيه في صندوق القمامه، وبيلاحظوا العجوز شيوان وبيستغرب جدا من مهارته العاليه، وكل لما يحاول يقلده بيفشل، فبيروح يتكلم مع فانج وبيتعرف عليه وبيعرف انه مش هيقدر يروح لمدرسه الكونغ فو دلوقتي وانه جعان، فبياخدوا وبيتمشوا في المدينه وبيدوا اكل للقطط سوا، بياخدوا على مطعم فرنسي غالي جدا بنته شغاله فيه، فبتجيب لهم وجبات فاخره وبتعزمهم على عشاء 5 نجوم. وبعدها بيروحوا الكازينو، وهناك فانج بيتحدى الناس على لعبه النيشان وبيكسب منهم فلوس كتيره جدا، وساعتها صاحب المكان تنج بيتعصب جدا لانهم كسبوا الراجل بتاعه واخدوا منه الفلوس، وبيجي هو ورجالته بيهددوا شيون يديهم الفلوس كلها، اول يوم هيبقى اسود وهيتنفخوا، لكن فانج بيرفض يتحرك وبيقف قصاد رجاله تنج وبيضربهم بكل قوه ومهاره وبحركات كونغ فو مرعبه، وبيقدر يوقعهم واحد ورا التاني ومحدش قادر عليه، لدرجه ان بيجي رجاله اكتر بكتير وبيبقوا خايفين يقربوا منه، ولكن بيجي عليهم العشرات وبيقفوا قصاده ومش عارفين يلمسوه، وبركلات وقبضات مخيفه بيقدر يتغلب عليهم، والكل بيقع على الارض فاقدين الوعي، وتنج واقف مش مصدق اللي بيحصل، وكل لما بيبعت يجيب رجاله بينهزموا بسهوله جدا، ونتيجه للقتال المرعب ده الكازينو بيتدمر وبتحصل خسائر ضخمه. بيروح لمدرسه الكونغ فو وبنشوف تنج ومعاه ابوه بيحاولوا يشتروا مدرسه الكونغ فو من وانج اللي في الاول بيبقى رافض بشده، بس لما بيردوا عليه صندوق مليان سبائك دهب بيضعف وبيوافق فورا، وبيجمع كل الطلاب وبيقول لهم ان في طالب من المدرسه هنا عامل مشاكل في كازينو وشوه سمع المدرسه، ولازم الطالب ده يعترف فورا ويكون مسؤول عن افعاله. محدش بيرضى يتكلم وفانج بيبقى خايف يعترف علشان اكيد العقاب هيكون شديد، ولما الكل بيسكت بيتعصب وبيهدد بطرد كل الطلاب من المدرسه كعقاب جماعي، وساعتها بيقوم طالب وهو خايف وبيعترف ان فانج هو اللي عمل كده ودمر الكازينو، وكعقاب ليه بيتلم عليه رجاله تنج وبيضربوه، وبيقعد تنج يتفرج على اللي بيحصل وهو مبسوط. اما المعلمين كانوا قاعدين في حاله غضب شديد، وخصوصا ان وانج واقف مبسوط وسايب احد افضل تلاميذه يتعرض للاهانه دي كلها، وبعد ما بياخد علقه محترمه بيطردوا بره المدرسه بطريقه مهينه، وبيخرج فانج وهو مكسور ومليان بالغضب والقهره، وبيروح لشيون اللي بيستغرب جدا من اثار الضرب اللي عليه، وما بيرضاش فانج يحكي له على حاجه، وبيبقى نفسه يدفعوا ثمن اللي عملوه غالي، لكن شيون عايز يستغل موهبته وبيحاول يخليه يلعب كره سله، وبيتاكد انه هيبقى ممتاز فيها باختبار صغير، وبيبدا في تجهيزه وعرض موهبته على صاحب جامعه فيرست، وبيفهموا ان فانج لاعب موهوب جدا، وكمان وراه قصه مثيره، وخصوصا انه مش لاقي ابوه وامه وبيدور عليهم من زمان، والاعلام بيحب القصص دي، وبالفعل بيقتنع بكلامه وبياخده علشان يلعب مع جامعه فيرست، وبيتم مؤتمر صحفي كبير وبيتم تقديم فانج للعالم، وبيتكلم شيون وبيعرف الناس ان فانج هيستمر في لعب كرة السلة لحد ما يلاقي اهله ويبقى معاهم ويديه لقب يتيم كرة السلة. وبعد الكلام الحماسي الكل بيجري وراه علشان يصوروه، وبيطلع فانج وهو متوتر وبيشكر الكل على اتاحة الفرصة ليه، ولكن بتقطع كلامه بوصول ليلى مسؤولة فريق كرة السلة، واللي اول لما بتظهر بيتسحر فانج بجمالها، ولكنه بيتصدم لما بتقول للناس انه مش هينفع ينضم للفريق بدون الحصول على رخصة من الكابتن، وده من تقاليد الجامعة. بيحاول شون يحل الموضوع وبيقول لهم ان فانج هنا ويقدر يثبت موهبته للكل، ولو طلع جدير وصاحب موهبة قوية هيبقى لازم يقبلوه، والكل بيوافق، وبينتظروا وصول كابتن الفريق شواو واللي في ايده كل شيء، وبيكون شخصية غريبة جدا وبتحدى فانج في كرة السلة، ولكن في نفس الوقت صاحب مهارة عالية جدا، ولكنه بيتيح الفرصة
فرصه لفانج يوريه موهبته، وبأعجوبه يقدر يسدد من مسافه بعيده جدا والكل بيقف مصدوم من مهارته، وبيقبلوه في فريق الجامعه اخيرا. والصحافه بتكتب عن اللي حصل، ولكن اللي اتكتب عن فانج بيضايقه جدا، فبيفهموا شيون ان القصص المثيره حتى لو فيها كلام وحش عنه هي اللي هتوصله للشهره والمجد، ومفيش داعي يتضايق. بيروح فانج علشان يتكلم مع شياو بعد ما حس انه متضايق، ولكن على العكس هو بيرحب بيه وبيعرفوا ان في كره السله اللي يقدر يسيطر على الهجمات المرتده هيكسب المباراه. وفانج موهوب في النقطه دي لانه بيقفز لمسافات عاليه، وكمان تسديداته ما تخيبش. بيجي وقت التدريب وبيحضر الفريق بالكامل بما فيهم شياو، ولما بيتكلم مع ليلى بيعرف ان فانج يعتبر السلاح السري الخاص بيهم، وبيقف الكل يتفرج عليه وهو بيسدد الكرات من مسافات بعيده من غير ما يخطي ولا مره، ومعاه بالتاكيد هيفوزوا بالبطوله. واثناء كلامهم بيوصل زياو لان نجم الفريق الكبير والمشهور جدا، وغروره ملهوش حدود. البنات بتتلم حواليه وعايزين يتصوروا معاه وبيشجعوه. زياو بيبقى مغرور لدرجه انه ما بيرضاش يسلم على فانج، وبيقولوا ان بالرغم من مهارته لكن بيفتقر للتدريبات بما فيهم التدريبات الاساسيه واللي المفروض تبقى عند اي لاعب في الفريق. وعلشان يغيظ فانج بيمسك الكره وبيسدد بمهاره عاليه جدا. بيجي وقت المباراه مع جامعه تانيه وزياو بيبقى مسيطر على المباراه بالكامل، وبيجيب اجوان زي المطره، وفانج بيبقى قاعد على دكه الاحتياطي، وده بيخلي شيون متضايق جدا وعايزه يلعب ويوري للناس مهارته. لكن ليلى بتعرفه انه لاعب جديد ولازم في الاول يقعد ويتعلم لحد ما تجيله الفرصه المناسبه. المباراه بتبقى قويه جدا بين الفريقين والكل بذل مجهود خرافي، ولكن شيو كان تعب جدا فبيدي فرصه لفانج انه يخش بداله وياخد فرصته، وبيخش وهو سعيد جدا وبيسدد رميه خارقه. ولكن للاسف بتيجي في واحد من المصورين وشيوان بيستغرب جدا لانه لا يمكن يخطئ، ولكن بيكملوا المباراه وبتيجي لفانج فرصه ثانيه وبيستجمع شجاعته وبيسدد رميه اسطوريه، والجماهير بتفرح بيه جدا وشيوان ما بيصدقش نفسه. علشان فانج يكتسب مهارات اكتر بيشارك في كل التدريبات وبيبذل مجهود خرافي، وحتى كمان بيربط نفسه في الاتوبيس علشان يتعلم تنطيط الكره وهو ماشي بشكل افضل. وما بينساش فانج انه لسه شاب ومراهق وبيكلم ليلى علشان يتعرف عليها ويكلمها، وبيقف تحت بيتها ولكنها بتفتكر واحد منحرف بيراقبها، وبيكلم اخوه شياو علشان يجي ويضربه فبيخاف جدا وبيطلع يجري قبل ما يوصل. وتاني يوم بيروح يتصور مجموعه من الصور وهو سعيد جدا لانه لاول مره بيعيش حياته بعيد عن المدرسه وبيختبر عالم جديد، وبيجمع الصور دي كلها في كتاب وبيديها لليلى علشان يعبر لها عن اعجابه، وهي بتبقى سعيده جدا وبتبص له باعجاب في التدريبات. وبمناسبه التدريبات فانج بيستمر فيها بكل قوته علشان يبقى احسن ويثق في نفسه اكتر، وبيروح يتكلم مع شيو علشان يعلمه بعض الحركات المهاريه العاليه. ولكن شيو بيعرف انه لازم يتعلم الاساسيات الاول وياخد وقته، بس فانج بيبقى عنده اصرار رهيب انه يتعلمها فبيروح لوحده للملعب وبيحاول مع نفسه بما انه قوي في الكونغ فو، وبيبقى واثق انه هيقدر يعملها، بس للاسف بيقذف لمسافه عاليه جدا وبيخبط في السقف وبيقع على جدور رقبته، ولكنه بيستمر في المحاولات اكتر واكتر. وبيجي وقت المباراه الجديده وبينزل فانج من اول المباراه، وبيلاقي ان كابتن الفريق المضاد بيتريق عليه وبيهزقه فبيتغاظ جدا وبياخد الموضوع على كرامته وبيقفز عالي جدا وبيخطف منه الكوره، وبيستخدم كل مهاراته في الدفاع عن ملعبه، وبيساعد فريقه في الفوز كمان لدرجه ان لاعبين الفريق المضاد بيتصدموا من اللي بيحصل وما بيصدقوش نفسهم. فانج بيبقى عايز ينفذ الرميه الصعبه اللي كان بيتدرب عليها لفتره وبيجري بالكره لحد ما بيقفز لمسافه عاليه، وبيقدر ينفذها فعلا من قوتها الشبكه بتتقطع وبيخبط في الازاز وبيقع على الارض مصاب، ولكنه سعيد انه قدر يعملها اخيرا. والصحافه بقت بتكتب عنه وملهاش سيره غيره، والحركه المهاريه دي بقى ناجح فيها جدا وبقى حرفيا نجم من نجوم الفريق واحد اسباب فوزهم في المباريات، وبقى اساسي في اي مباراه جديده، واي فريق بيقابلوه بيكسبوه بسهوله جدا والفريق اتنقل لمستوى تاني خالص. وفي يوم بيروح الفريق لكازينو علشان يحتفلوا، وفانج ما بيشيلش عينه من على ليلى اللي منفضه له خالص وسايباته للوقت. وساعتها بيجي له واحد وبيعرفه بنفسه وانه طيان قائد الفريق الناري وانهم هيتقابلوا في البطوله في المباراه القادمه، وبيبقى عايز فانج ينضم ليهم وبيعرفوا انه حاطط عينه عليه من مده وعارف مهارته كويس ومعجب بيه وبقوته وانه لا يمكن يخطئ اي هدف ودايما بيجيب اجوان، وبيديله الكارت بتاعه لو حابب يسيب الجامعه وينضم ليهم. في الوقت ده بيجي تليفون لشيون من ابو تينج، وفي نفس الوقت بيبقى الداعم لطيان وفريقه بياخده لمكتبه يتكلم معاه. بتيجي ليلى وتتكلم مع فانج وبتعرفوا ان طيان انضم ليهم من سنتين، وكان في الاول ضعيف ولكنه اتعلم بسرعه جدا وكان عنده موهبه كبيره جدا وبقى قائد فريقهم، ولكنه اتغير بين يوم وليله وساب الفريق قبل المباراه النهائيه وما اكتفاش بكده، ده كمان اخد معاه احسن اللاعبين عندهم، وبسبب اللي حصل فريقهم خسر النهائي وفاز فريق طيان. وشيو اتأثر نفسيا جدا ومن ساعتها بقى يشرب كتير جدا علشان ينسى اللي حصل له، فبيعرفها فانج انه لا يمكن يبيعه منه ينتقم من طيان، ولكنها بتبقى خايفه ان شيون هو اللي يبيعه، لكن فانج بيبقى واثق فيه جدا وبيقول لها ان ده مستحيل. وفي اللحظه دي بيلاقي شيون نازل من مكتب ابو تينج وهو مضروب بعد ما رفض عرضهم، وبيتعصب فانج جدا بس بيهدى بسرعه لما شيون بيعرفوا انه مؤمن بيه وان حلم حياته انه ينجح ويبقى مشهور، بس لا يمكن يبيع حلمه ابدا ولو بكنوز الدنيا، وعلشان كده هم فقدوا اعصابهم وضربوه بينصحوا يجري ورا حلمه هو كمان وينجح. وبيجي وقت المباراه المنتظره بين فريق طيان وفريق مدرسه فيرس، والجماهير كلها متعبه ومنتظره مباراه اسطوريه. في الاول بيستعرض فريق طيان قوته علشان يخوفوا الفريق المناسب واللي كانوا قاعدين جدا ومتمالكين
مسكين لاعصابهم. وبيبدا طيان بالهجوم وبيسدد بسرعه جدا، ومن الواضح خوف مدرسه فيريس ومش قادرين يقفوا قصادهم، والنتيجه في صالح طيان. ولكن فريق من الغشاشين زي دول بيعملوا كل اللي بيقدروا عليه علشان يكسبوا، وبيضربوا زياو وبيقعوا على الارض، وكمان بيدوسوا على ايده بقوه شديده، والحكم ما بيعملش اي حاجه، ومن الواضح انه مرتشي وقبض الثمن. وبيحاول طيان يغيظ فانج ويهزقه، وبيجيله الرد السريع لما فانج بيوقعه على الارض وبيهزقه، وبيقوم طيان وهو متعصب جدا، وبيكمل فريق في اللعب بدون شرف، وبيضربوا فريق فيرست بدون رحمه، ومحدش قادر يعمل لهم حاجه. فبيلعب فانج كل قوته وبيستخدم مهاراته في الكونغ فو وكره السله مع بعض، وبقى بيلعبهم بنفس طريقتهم، بيشق طريقه للسله وهو بيضرب فريق طيان بكل قوته. بس النتيجه بعيده جدا، وفريق فيرست بيلعبوا وهم ناقصين اهم اللاعبين بعد ما اتصابوا اصابات خطيره، والفرق واضح 30 لفريق طيان و4 لفريق فيرست، والكل قاعد في حاله صدمه رهيبه، ومفيش اي خطه ممكن تكسبهم المباراه لحد ما بتحصل المعجزه، والكهرباء بتضرب في المكان، وبيضطر المنظمين ياجلوا المباراه 3 ايام. بيقعد فانج مع شيوانو وبيقول له انه حاسس ان اهله كانوا حاضرين المباراه، وبيتفرجوا عليه وبيعرفوا قد ايه نفسه يشوفهم جدا ويعرفوا هم ليه رموه من صغره. بيتقطع كلامهم بيوصل تنج ورجالته بيعرفوا انه مش جاي يتخانق ولا حاجه، وبيعرفوا ان هو اللي تسبب في انقطاع الكهرباء في المباراه لانه متغاظ جدا من طيان وعايز يخسره، وكمان هو راهن على فوز فريق فانج ب5 ملايين دولار وعايزهم يكسبوا. بيروح لجامعه فيرست وبيصدم فانج بوصول ال4 معلمين اللي بيحبوه من مدرسه الكونغ فو، وبيبقوا سعداء جدا انهم شافوه بعد ما اتفرجوا عليه على التلفزيون وعرفوا قد ايه انه بقى ناجح، ودلوقتي هم هنا علشان يساعدوه هو وفريقه على الفوز بالمباراه لانهم متغاظين جدا من سيطره ابو تنج على مدرستهم، وقرروا ما يبقوش تحت رحمته هو وانج الندل اللي باعهم. بعد المزال اللي حصل شياو بيبقى في حاله نفسيه سيئه جدا، وبيقعد يشرب كتير وهو حزين بعد ما حلمه بالفوز في البطوله اتدمر. اما زياو بيبقى متضايق جدا، وخصوصا ان ايده اتكسرت ومش هيقدر يشارك في المباراه اللي هتتعاد، وبيروح يزور قبر حبيبته اللي ماتت وبيفتكر ذكرياته الجميله اللي معاها، ومبيبقاش قادر ينساها، ولما ليلى بتعترف له بحبها ما بيقدرش يديها اي جزء من مشاعره لانه مش قادر ينسى ولا يدخل اي واحده تانية في حياته. ومع انهيار ليلى بتلاقي جنبها فانجو بيحاول يهون عليها ويضحكها ويعبر لها عن مشاعره، بس بيبقى مكسوف جدا ومش قادر يقول لها انه من ساعه ما شافها ما قدرش يشيل عينه من عليها، وبقى بيحلم بيها ليل ونهار، ونفسه طول الوقت يشوفها ويبقى معاها، كل ده كلام جواه مش قادر يعبر عن حبه ليها. وبعد مرور ايام بنيجي الوقت اعاده المباراه النهائيه، ونجوم الفريق في حاله صعبه، زياو ايده مكسوره وشياو رجله اتكسرت كمان، والفوز شيء من الخيال، وتيان وابو تنج واثقين جدا في فوزهم، لكن الاوجات بتتغير مع وصول المعلمين الاربعه بعد ما قرروا يساعدوا صديقهم في الفوز ويبقوا جنبه يلعبوا المباراه. وساعتها ابو تنج اعترض على وجودهم لانهم مش طلاب وسنهم كبير، بس بيجي رئيس جامعه فيرست وبيقول للحكم انهم طلاب جدد وليهم الحق في دخول المباراه عادي جدا، وبيقعد الاربع معلمين على الارض مع بعض ومعاهم فانج يكونوا الفريق المضاد لتانو. مع ضربه البدايه بيطلقوا ابره على تانو بيقع على الارض مصاب ومش قادر يتحرك، اما بقى فريفا بيجروا على الكره لكنهم بيتفاجئوا بقوه غريبه بالطياره من بعيد، والمعلمين بيستخدموا قوتهم الاسطوريه في السيطره والدفاع عن المرمى، وبيرموا الكره لفانج اللي بيقدر يسدد بسهوله جدا. الحكم المرتشي ما بيبقاش عارف يعمل ايه وعايز يلغي الهدف، لكن بيتم التعامل معاه وبياخد سم في زوره وما بيقدرش ساعتها يطلق الصفاره، وبيتم تسجيل الهدف. وساعتها ابو تنج بيدرك الكارثه اللي هتحصل وبيطلق الاشاره لرجالته بالهجوم على المعلمين وقتلهم، لكنهم بيتفاجئوا بمهارات قتاليه مرعبه والمعلمين بيضربوهم بقوه مخيفه وبيطيروهم يمين وشمال، وبالنسبه لهم كل ده مجرد نزهه مش اكتر، وبيقدروا يهزموا اعدائهم في خلال ثواني والناس بتهتف وهم سعداء جدا باللي حصل. وفي فتره الاستراحه المعلمين بيدوا لفانج جواب من اهله بيعتذروا ليه على اللي حصل، وبيعرفوا انهم بيحبوه جدا وبيشجعوه وسط الجماهير، والجواب ده بيديله دفعه نفسيه قويه جدا وبيبقى سعيد وفرحان، وبيرجع للمباراه وكله طاقه وحيويه وعايز يثبت نفسه قصاد اهله. بعد اللي حصل زياو وشياو بيضغطوا على نفسهم وبيرجعوا هم كمان للمباراه وبيقدروا يحرزوا اهداف مستحيله، وتيام ما بيصدقش نفسه بيطلع ان المعلمين بقدراتهم الغريبه يقدروا يعالجوا اصاباتهم والكسور، وبيكسروا الجبس وبيرجعوهم للمباراه علشان يحققوا حلمهم ويكسبوا، وبينتلكوا كلهم نشاط وحيويه وبيبذلوا كل قوتهم في تسديد الاهداف والضغط على الفريق الخصم. مع كل تسديده بيقربوا اكتر من التعادل، وفانج بيستخدم كل مهارته في الكونغ فو، بيبان قد ايه انه مهارته في السله اصبحت في مستوى تاني ومحترف في كل هدف بيحرزه. وحاليا بينهم وبين الفريق المضاد هدف واحد بس وباقي 3 ثواني مش اكتر، وشياو بيبقى واثق في فانج جدا وبيطلب منه يسدد اخر ضربه ويحقق لهم الفوز، وده بيحطه في ضغط نفسي رهيب. وفجاه وهو داخل لارض الملعب بيظهر وانج وبيضربه قوه على رجله وبيوقعه بيتحدى يقفز تاني زي ما بيعمل، والاصابه بتبقى قويه جدا والكل بيتوقع ان زياو هو اللي يسدد دلوقتي، ولكن الصدمه ان الخطه زي ما هي وفانج بيسدد اخر رميه وبتيجي في السله، وقبل ما تخش بيجي الحكم وبيضرب الكره وبيمنعها من الدخول، وبكده بيفوز فريق طيان وسط غضب الجماهير من اللي حصل. وبالرغم من كده بيتم
العام فوز فريق طيان وسط حزن وغضب عارم من الكل، والفريق بيبكي بعد خسارتهم للبطوله وحلمهم بيضيع. وساعتها فانج بيرجع بالذاكره وبيفتكر ايدي وهو بيعمل حركات الكونغ فو لتعديل الكون والرجوع بالزمن، وبيبدا في تقليد حركاته كلها. ومن حوالي الزمن بيتوقف وبعدين كل شيء بيتحول وبيتجمد، وبيرجع فانج عبر خط الزمن بكل قوته بالرغم من الاخطار المرعبه اللي ممكن يواجهها، وبيلاقي نفسه في الملعب ولكن كل شيء حواليه في حاله تجمد تام، وبيتحرك وسطهم وبيحاول يفهم اللي بيحصل. وفجاه بيلاقي كل شيء بيتغير من حواليه والتجميد بيختفي، وبنرجع للحظه الحاسمه، لحظه التسديد. وبيمسك فانج الكره لكنه بيحدفها لزياو اللي بيمسك الكره وفي لحظه بيحطها في السله قبل تدخل الحكم، وبيسجل هدف الفوز. والمستقبل بيتغير وبيتم اعلان فريق جامعه فيرست الفائز بالبطوله، والجماهير بتهتف من الفرحه. واخيرا بيفهم فانج ان السله مش بس مهارات ولكن الاهم هي روح الفريق اللي حققت ليهم حلمهم وبقوا الابطال. اما تيك فبيفوز بالرهان هو كمان. لكن نيجي لاهم لحظه، فانج منتظر اهله يظهروا ويحضنوه لكنه بيتصدم ان محدش بيجري عليه وان اهله مش موجودين. واثناء ما فانج قاعد مع شيوان وسط المعجبين بيعرف ان هو اللي كتب الرساله وبعتها للمعلمين، علشان كده جم ويساعدوه انها مش من اهله ولا حاجه. وفجاه بتوفرهم عربيه فاخره وبتاخدهم لمحل فخم جدا علشان فانج يختار بدله يقابل بيها اهله. بنكتشف ان اهله دول من اغنياء قاره اسيا بالكامل، وبيبقى متوتر من اللقاء المنتظر ومش عارف هيقول لهم ايه. ولما بتيجي اللحظه دي ابوه بيعرفه انه اتخلى عنه وهو صغير علشان يحميه، لانه في الوقت ده كان مفلس وادى انهم بيطردوه في كل مكان وهددوه بابنه، علشان كده سابه وتخلى عنه لحمايته مش اكتر. وان عمره ما كان يتخيل ان ابنه يكبر ويبقى مصدر فخر ليه، وبيبقى عايزه ياخده للندن علشان يعلنوا وريثه الشرعي. ولكن فانج بيدرك ان مش دي الحياه اللي عايزها وبيتمناها. ما بيقدرش يسيب شيوان اللي ساعده ووقف جنبه ووثق فيه وفي حلمهم سوا، ومع بعض شقوا طريقهم للنجاح. وبيروح لشيوان اللي قاعد حزين بعد ما افتكر ان فانج سابه، وبيصدم انه رجع ليه ومش هيقدر يتخلى عنه ابدا، وعايز يفضل معاه ويكملوا حلمهم مع بعض في احتراف كرة السلة. وبكده بيكون فيلمنا خلص. استنونا فيلم جديد واكشن جديد.